ازاي النجاح ممكن يوقعك من غير ما تحس؟ هل ممكن النجاح يكون فخ؟ ايوه، ده بيحصل كل يوم. النجاح احيانا مش النهايه السعيده، ده بيكون بدايه الانهيار البطيء لو انت ما خدتش بالك. خليني احكي لك عن شاب كان بيشتغل معايا في الكوتشنج، يعني كلاينت ليا، مدير شركه كبيره، راجل ناجح بكل المقاييس، دايما في سفر، في اجتماعات، بيكسب كويس، كل الناس بتشيد بيه. بس في الجلسة اللي كانت معايا قال لي جملة واحدة هزتني. قال لي: رحيم، أنا مش حاسس بحاجة، أنا حاسس إني بجري بس مش فاهم ليه. طيب خليني أقول إيه اللي حصل. اللي حصل إن النجاح جاب له فرص كتير، وكل فرصة قالت له قول يس، وكل مرة يقول فيها يس بينسى يقول لنفسه يس. في كتاب Essentialism بيقول Success becomes a catalyst for failure. يعني ممكن النجاح يكون هو الأساس والسبب للفشل. طيب ليه؟ لأن النجاح ببساطة شديدة بيولد ثقة، والثقة بتولد فرص، والفرص بتخلي الناس تبقى مطلوبة أكتر، وكل ما تبقى مطلوب أكتر كل ما تتشتت أكتر. فأنت بتجري ورا حاجات شكلها مهمة بس مش كلها ليك. كل ياس جديدة هي لأ لحاجات تانية، حاجات زي صحتك، زي علاقاتك، زي تركيزك، زي إحساسك بذاتك. If you don't prioritize your life, someone else will. The way of the essentialist is the relentless pursuit of less but better. وكوت تالتة: Success doesn't have to mean more. Sometimes it means less and deeper. كل كوت من دول بنربطه بلقطة حقيقية من حياتنا. طيب خلينا نقول إن في 3 مراحل بيعدي فيها أي ناجح قبل ما يقع، فانتبه ليهم لو سمحت. أول واحد الانبهار، وده الأوفر أتشيفمنت فيز. كل حاجة حلوة، الفرص بتنهال، الكل عايزك، بتقول ياس كتير. تاني مرحلة هي الإنهاك، ودي البيرن أوت فيز. بتحس إنك تعبان بس مش عارف تبطل، زي عامل بالظبط أكنك في ترس في عجلة هي اللي واخداك. المرحلة الثالثة هي الانفصال، أو بنسميها الديسكونكشن فيز. مش حاسس بأي حاجة، نجاحك بقى مرهق وإنجازاتك مش بتفرحك زي زمان. خلينا اديلك في أدوات للخروج من فخ اللي ممكن يحصل لك بسبب النجاح. أول حاجة، ودي كنا اتكلمنا عليها قبل كده، موضوع ان انت تفلتر 90%، 90% فلتر. كل حاجة تقع قدامك اسأل نفسك السؤال ده: هل الفرصة دي 90% مناسبة ليا وشخصيتي؟ لو أقل من 90% قول لأ. تاني أداة أو تاني تول هي اسمها رؤية شخصية مكتوبة. يعني إيه رؤية شخصية مكتوبة؟ كل 3 شهور راجع نفسك، اسأل الأسئلة دي: أنا فين؟ إيه اللي بيمثلني فعلا؟ إيه الحاجة اللي مش بتاعتي حتى لو كانت حلوة؟ الأداة الثالثة هي الديب وورك أور. خصص ساعة يوميا من غير تليفون، من غير ميتينجز، من غير تشتيت، واشتغل على حاجة واحدة بتقربك لهدفك. في النهاية النجاح مش اللي بيبان، النجاح الحقيقي هو إنك تقول نعم لحياتك، لنفسك، لهدفك، وتعرف تقول لأ حتى لو المغريات كتيرة. لو حاسس إنك وقعت في فخ النجاح ابعت لي كلمة ريكليم، وهبعت لك تمارين تساعدك ترجع المسار الصح.